السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا. هنشوف المقادير مع بعض ونقول بسم الله. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة. هنعملها ان شاء الله بطريقة جميلة جدا، طريقة بعملها هتدوقوها ان شاء الله وهتعجبكم، بالبطاطس يا جماعة. ومعايا هنا صلصة. طبعا انتوا عارفين ان انا قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبله واللي قبله كمان، دي صلصة بعملها واخزنها في الفريزر. ومعايا هنا فلفل، معايا البصل زي ما انتم شايفين، والكزبرة الخضراء، معايا هنا توم مفروم، ومعايا فلفل. لو انت حابة تحط فلفل حار مفيش مانع. هنجيب بقى كله مع بعضه كده. الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. معايا هنا البهارات، معايا فلفل وملح و البهارات السبع بهارات. وجمون. لا يا أنس. هنقلب كله بقى زي ما انتم شايفين كده. حطيت البصل وحطيت الكزبرة، او كزبرة كده نقطعه او نفرمه في الكبة او في اي حاجة، المهم اللي انت تجهزيه كده يكون ايه ناعم خالص. ومعايا هنا التوم المفروم، بحط معلقة حلوة كده كبيرة تدي لها نكهة جميلة جدا. يبقى احنا حطينا البهارات بتاعتنا كله بقى مع بعضه كده ونقلب واحدة واحدة. بجد بقول لكم بجد، يعني الطريقة دي في منتهى الجمال، وبتعمل كمية كبيرة تكفي عيلة كبيرة يعني. بقلبها كلها كده كويس عشان كله يندمج مع بعضه. طبعا بكون مجهزة البطاطس مقطعة مكعبات وحطها في المية زي ما انا قلت لكم، لازما ان انا احطها في المية على ما انا اخلص اللي في ايدي، عشان ما تسمرش معانا. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلصتها جهزتها عملتها كور. بحاول ان انا ما اطولش معاكم الفيديو يا جماعه، عشان ايه اخلص الفيديو وما يكونش طويل عليكم. وحطيت هنا احط الزيت، شويه زيت صغيرين، وحطيت معلقه من السمنه. ما فيش سمنه، لو عندك متواجد معلقه زبده حط زبده. انا بسيبها بس اما ايه تسيح كده، واقوم حاطه بقى ايه الكفته زي ما انتم شايفين. الطريقه صدقوني جميله جدا، طعمها رهيب. خلاص كده هحط بقى الكفته. وما تخافوش هي ما بتفكش خالص، لان الوصفه اللي انا بقول لكم عليها دي ما بتفكش معانا خالص، حتى وهي محطوطه في قلب الطماطم وهي البطاطس. وبسيبها فيها ايه 5 دقايق كده. اه بحط واحده واحده كده. لا شوفوا بقى المنظر ما شاء الله، والريحه بقى وهي بتتقلى كده في منتهى الجمال. عندك زي ما انا بقول لك كده بهارات، 7 بهارات. ما كانش يبقى ايه بهارات الكفته. انا ما كانش عندي بهارات الكفته، حطيت 7 بهارات اهو. انت بتقلبي عادي، ما تفرطش منك خالص، وما تاخدش منك وقت، يعني مش عايزينها تحمير قوي، يعني مصفرة كده وتكون مستوية نص سوية، عشان لسه هنحطها في التسبيكة دي يا جماعة. كل اللي كل منها بجد بيشكر لي فيها والله، بيقولوا فعلا طعمها رهيب جميل جدا، وعايزين ان انا اعملها باستمرار. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. حاولوا ان انتوا تحطوها جنب بعضها كده واللي اتحمر وتطلعوه خلاص، ما بتاخدش وقت يعني معانا.
نفس الزيت والسمنة اللي هي فاضت منها يا جماعة هنحط البصل فيها اهو. التوم معلش غلطت، دي توم. هنحط التوم، بيديلها نكهة جميلة جدا بصراحة، طعم وريحة حلوة قوي، لان ده طبعا صافي من اللحمة مع البهارات بتاعتها، بتديلها طعم في قلب الزيت اللي هو فاض منها. خلاص كده لازم نحمر التومة كويس. حطيت البطاطس والفلفل، ولو فلفل حار بقى بتديلها طعم رهيب بصراحة يعني، بس عشان في اطفال وكده ما حبيتش احط الشطة عشان ما تبقى صعبة عليهم. بصوا كده بقى على البطاطس بيضة ازاي، عشان بنحطها في المية بتحفظها ان هي تسمر. هنقلبها تقليبتين زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول اوريكم خطوة بخطوة عشان ايه تعرفوها وتجربوها، وان شاء الله هتعجبكم. حطيت التسبيكة وبحط ازودها مية يا جماعة. انا حطيت يجي كوباية ونص من المية، لان لازم البطاطس اسويها يعني اسويها حلو، بس يعني الا حاجة بسيطة يعني كده، عشان هزود احط الكفت فيها واديلها ايه غلوتين 3 كده مع بعض، بتديلها بقى ايه الطعم بتاعها. يعني كنت بقلبها معاها كده وقمت مزوداها المية وغطيت عليها وسبتها بقى ايه اهو. انا بعد ما زودت كوبايه الميه اهو زودت عليها يعني كوبايه ونص من الميه، وحطيت فيها ملح وفلفل بس كده. غطيت عليها بقى علشان ايه تستوى. بس الملح الافضل ان احنا ما نحطش الملح على طول، انا بقول لكم بيتحط فيها ملح وفلفل. انا حطيت الفلفل الاول والملح بعد ما البطاطس استوت، لان البطاطس زي ما انتم عارفين بيتحط فيها الطماطم بتبقى سويها مش سريع. انا حطيتها في حله لان كنت كله بعمله في طاسه، فطبعا حطيتها في ايه في الحله زي ما انتم شايفين كده دخلت في السوي. وحطيت ايه قرن شطه بصراحه، يعني قلت بقى عشان ايه تديلها الطعم بقى الحلو اللي يفتح النفس. انا ما زودتها الميه كمان بتسوي البطاطس بدل ما تبقى ناشفه معانا. وحطيت بقى ايه زي ما انتم شايفين الكفته بحطها فوق الوش، بس بحاول ان انا ايه انزلها في الطماطم. خدت من الوقت كده 5 دقايق معاها بصراحه، لان البطاطس سبتها لما استوت معاها بزياده اهي. غطستها كلها في قلب التسبيكه مع البطاطس. انت بقى تبص تلاقي البطاطسايه تاكلي منها يعني قبل الكفته كمان من الطعمه بتاعتها، لانها خدت من حلاوه الكفته. بحاول ان انا انزلها في التسبيكه عشان ايه بتدي لها طعم كده، ومع البطاطس تاخد وتدي معاها كده. خلاص سبتها 5 دقايق وبوريها لكم اهي، وخلصت ما شاء الله. الريحه بتاعتها في منتهى الجمال، والطعم بتاعها جميل جدا بجد والله، طعمها في منتهى الجمال. شايفين ما تفكتش خالص، البطاطس استوت معاها
الكفتة زي ما هي. متنسوش تفعيل الجرس، والسلام عليكم.